نفرهرو اللي عمله إخناتون ما كانش تحول ديني بس، لا ده كان حاجة أكبر من كده بكتير. كان ثورة بكل المقاييس وفي مجالات عديدة جدا، نذكر منها مثلا الثورة الفنية. هو صاحب المدرسة الواقعية. الملوك اللي قبليه كانوا متعودين يتم تصويرهم في أبهى صورة، مليانين قوة وشباب، حتى لو كانوا طاعنين في السن، حتى لو كان عندهم 90 سنة زي الملك رمسيس الثاني. أما تماثيل إخناتون فهي بتحمل ملامح وجهه الحقيقية، وممكن كمان تفاصيل جسمه نفسها هي التفاصيل الأصلية. كذلك تم تصوير بناته برأس مستطيل شوية لأسباب غير مفهومة حتى الآن. في كمان ثورة اجتماعية في عهد إخناتون. إخناتون هو الملك الوحيد اللي صور تفاصيل حياته اليومية مع زوجته نفرتيتي ومع بناتهم. وكمان له تمثال محير جدا وهو يقبل إحدى بناته على شفتيها، وده مشهد ما شفناهوش قبل كده خالص. فوق كل ده في ثورة فكرية. تماثيل إخناتون بتظهره نصفه الأعلى على شكل رجل، ونصفه الأسفل على شكل يميل للأنوثة، ربما لأنه كان يريد أن يتحد مع أتون، على اعتبار أن أتون من الممكن أنه يكون ذكر وأنثى في نفس الوقت، طبقا لعقيدة الملك إخناتون.